في لحظة وصفت بالتاريخية داخل أروقة الأمم المتحدة، حسم مجلس الأمن الدولي اليوم واحداً من أقدم النزاعات في القارة الإفريقية. بعد 50 عاماً من الجدل والمناورات، صوت المجلس بأغلبية ساحقة على القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء المغربية، 11 صوتاً مؤيداً مقابل 3 امتناعات. ودولة واحدة لم تشارك في التصويت، هي الجزائر، كانت كفيلة بأن ترسم نهاية فصل طويل من الغموض وتفتح صفحة جديدة عنوانها: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق. هذا التصويت الحاسم لا يعتبر قراراً عادياً، بل هو منعطف تاريخي في مسار قضية عمرها نصف قرن. فالمجتمع الدولي وللمرة الأولى يتحدث بلغة الرباط لا بلغة المراوحة. لقد تبنت الأمم المتحدة عملياً المرجعية المغربية ورسمت ملامح التسوية على أساس رؤية مغربية خالصة. الولايات المتحدة صاحبة قلم القرار قادت هذا التحول بوضوح غير مسبوق. لم تكتفي بالدعم الدبلوماسي، بل أعلنت أن الموقف الأمريكي من الصحراء أصبح خياراً استراتيجياً نهائياً، وأن قضية الصحراء لم تعد أزمة تدار في الكواليس، بل ملفاً حسم بموقف أممي صريح. القرار الجديد نص على أن أي مفاوضات مقبلة يجب أن تستند إلى مقترح الحكم الذاتي، كما قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو لعام كامل، وذلك في إشارة واضحة إلى رغبة المجتمع الدولي في مرافقة مرحلة التثبيت السياسي للحل ومنح الأطراف الوقت الكافي لترسيخ هذا التحول التاريخي. في المقابل، كانت الجزائر الغائب الأكبر في هذا المشهد، اختارت عدم المشاركة في التصويت وغاب صوتها في لحظة الحسم لتؤكد عزلة دبلوماسية غير مسبوقة بعد أن أدركت أن ميزان الشرعية الدولية قد مال نهائياً لصالح المغرب. كل العواصم الكبرى اليوم من واشنطن إلى باريس مروراً بالهمدن وموسكو وبكين تتحدث بلغة واحدة، لغة الواقعية المغربية. وفي الرباط استقبل المغاربة هذا القرار بارتياح وفخر كبيرين، فبعد 50 عاماً على المسيرة الخضراء، ها هي المملكة تحصد ثمار سياسة متأنية وصبورة قادها الملك محمد السادس بثبات وهدوء حتى تحقق الانتصار الدبلوماسي الكامل. اليوم لم يعد الحديث عن اعتراف جديد أو دعم رمزي، بل عن تتويج أممي لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية. أكثر من 120 دولة عبر العالم تدعم المبادرة المغربية، وأكثر من 30 قنصلية فتحت أبوابها في العيون والدخلة، في مشهد يؤكد أن الصحراء أصبحت مغربية بالفعل وبالقرار الدولي معا. من نيويورك تكتب الليلة الصفحة الأخيرة من قصة امتدت نصف قرن. الصحراء مغربية، والمجتمع الدولي قال كلمته الأخيرة. مرحبا بكم في قناة المغرب بعيون الأجانب، القناة التي تنقل لكم الحقيقة كما يراها العالم، وتفضح حملات التضليل وتسلط الضوء على قوة المغرب وإنجازاته من منظور خارجي محايد. لا تنسوا الاشتراك الآن وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من تحليلات وأخبار حصرية تسقط الأقنعة وتكشف المستور.